عندنا قصر الرياضة بالمنزه أيام 30 و 31 أوت و1 سبتمبر البطولة الإفريقية السابعة للكاراتيه في أصناف الأصاغر والأواسط والأمال أقل من 21 سنة، وذلك بمشاركة 11 بلد أجنبي باعتبار تونس. بقية التفاصيل تجدونها ضمن التقرير التالي. كما قلت تونس لأول مرة تحتضن بطولة افريقيا للكاراتيه. التظاهرة هذه في أصناف الشبان أصاغر وأواسط وآمال أقل من 21 سنة. البطولة هذه دارت على مرحلتين. المرحلة الأولى كان فيها فما تربص في التحكيم نهار 27 28 29 أوت، أشرف عليه الخبير الدولي رافائيل أورتيغا، وكان مقترن بامتحان في التحكيم. معناها كان الحمد لله معناها كتربص كل كان ناجح. ثم نهار 29 أوت صار المؤتمر بتاع الاتحاد الافريقي في احد النزل في العاصمه، والمؤتمر هذا معناها تخلته انتخابات المكتب التنفيذي، وقع انتخاب مكتب تنفيذي جديد. ثم بدايه من اليوم باش تبدا المباريات. اليوم عندنا معناها الصباح معناها التصفيات والمقابلات الترتيبيه، والعشيه عندنا بدايه من الساعه 4 النهائيات وحفل الافتتاح. Effectivement, je dois féliciter la Tunisie. Le président Boulares Mongi a mis les petits plats dans les grands plats. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui est une réussite totale sur le plan de l'organisation. Nous avons déjà organisé dans plusieurs pays. Ça s'est bien passé. Mais en Tunisie, aujourd'hui à Tunis, c'est encore mieux qu'avant. Et donc je tenais à féliciter le président Boulares Mongi avec toute son équipe qui se sont mobilisés pour offrir à l'Afrique tout entière non seulement cet accueil, mais en plus l'organisation est totalement parfaite. Mais ce qu'il faut dire que tout cela est possible à cause d'une certaine volonté politique. Donc je voudrais féliciter le chef de l'État tunisien qui ne ménage aucun effort pour que le sport en Afrique, de manière générale, et en Tunisie, de manière particulière, puisse se développer. Alors vraiment, je tire le chapeau au chef de l'État, au Premier ministre et au président de la Fédération tunisienne de karaté, M. Mongi Boulares, pour l'organisation parfaite de ce championnat d'Afrique. في البداية نحب نرحب بكم قناة الزيتون. طبعا بالنسبة للبطولة كان تنظيم جيد. هذا طبعا نعتبره انتصار للدولة المنظمة للبطولة. هذه أول بطولة أفريقية تقوم في تونس، والحمد لله يعني أجواء البطولة والاستقبال والترحيب كله يعني كان مشكور من الجميع. بارك الله فيكم طبعا على التنظيم، ونتمنى لتونس إن شاء الله مستقبل زاهر في لعبة كاراتيه. نتمنى لهم إن شاء الله أنهم يحققوا نتائج على المستوى الدولي، إن شاء الله يحققوا نتائج ذهبية على المستوى العالمي بإذن الله. الحقيقة هذه ثالث زيارة لتونس. أنا حضرت البطولة الفرنكوفونية في سنة 2001، والآن تنحضر البطولة الإفريقية في 2013. والمستوى يعني عدد الحكام تبارك الله كثير، واللي شاركوا خصوصا من دول المغرب العربي بكثافة.
وحتى النتائج كانت جيدة جدا. والله في البداية المردود مذبذب ماهوش مستقر، فما تفاوت في النيفو نتاع التحكيم بين حكام شمال افريقيا تونس والجزائر والمغرب وليبيا بارابور لافريقيا السوداء معناها. بون ابار جنوب افريقيا زاد باهيه في التحكيم، فما شويه مشاكل اللي خلات شويه مشاكل في المباريات اللي تعدات. بالنسبه لحكامنا احنا معناها ما عندناش مشاكل الحمد لله يا ربي، ماشيين الاولاد مليح. فما ثله اخترناهم خاطر احنا مش الناس الكل عدات، اخترنا لي زاربيتر ناسيونو معناها البلافون في تونس، الحمد لله ماشيين مليح حكامنا ولاباس تو بور المومون. معنا شيماء أبو عزيز أحد اللاعبات المتألقات في البطولة الإفريقية السابعة للكاراتيه في صنف الصغريات. شيماء كيفاش حسيتوا أنت يعني أحرزت على الميدالية الذهبية؟ مش سهل برشا باش واحد يتحصل على ميدالية ذهبية في بطولة أفريقيا. تعبت برشا باش نوصل المرحلة هذه، واجهت برشا بريسيون برشا ضغوطات، وبصراحة سنتيمون مانيفيك ما ينجمش توصف. كيف تشوف ضربوا بلادك طالع والنشيد الوطني وقرادان يغني معاك ويشجعك واللي كوتش تاعبين ويصيحوا عليه بوجي وبرشا برشا تحس هكايا، تحس في روحك فرحان على الاخر. فريمون سنتيمون ذي ما يتوصفش. تنجم تحسوا كان كي تبدا طالع على البوديوم مش سهل انك تكون بطل افريقيا كيما تراو قرادان معبيه وبريسيون وتبدا متوتر قبل الفينال، وبعد فينال الحمد لله ربي فرجني وهزيت ميداي دور مع ديريا كانت قويه تبارك الله عليها زادت طفله. نشوفوا زميلتك وصال الرزقي في صنف الوسطيات. وصال وانت تحرز الميداليه الذهبيه، شعورك ايضا؟ والله الشعور ما يتوصفش كيف قالت لك زميلتي شيماء. الحمد لله يا ربي وفقنا وتحصلنا على الميداليه الذهبيه. والله كانت صعيبه ومستوى كان متقارب ما بين لي زالجيريان ولي ماروكان. اون بلوس كانت قويه، وفينال كان مع سود افريك. زيد نحب نشكر ستاف تكنيك الكل لي زونترونور اللي عملوا اكثر من الواجب، ضحاو معانا وتعبوا على خاطرنا وسهروا يعني كيف ما نقولوها، وانا تعبت يعني وعائلتي اللي ضحات معايا. والحمد لله يا ربي وفقنا وتحصلنا على الميداليه الذهبيه. ان شاء الله نكملوا المستوى هذا ورايت تونس تعاود ترفع في المونديال ان شاء الله في اسبانيا.